الهيئة القومية لضبط الساعة البيولوجية ومكافحة البكتيريا بالتعاون مع جمعية مواعيد العمل الرسمية. أنا مع المقترح الأخير اللي هو إلزام المقاهي بالإغلاق الساعة 10 مساء، ده لأن بيدي فرصة برضو إن الناس تلتزم في وقت معين، يكون في تنام في وقت معين، تصحى في وقت تاني الصبح بدري، تبتدي تفكر في شغلها هتنميه إزاي، وبالتالي تزود الإنتاجية بتاع الفرد في مصر. ده حاجة. الحاجة التانية لكن قصة إن أنا قطع الكهرباء عن المدن المصرية كلها في توقيت واحد الساعة 10، ده صعب جدا. هو ممكن تطبقها بس بشكل تاني، إن أنت تأخر الميعاد ده شوية، يعني مثلا ممكن من الساعة مثلا 12 أو 1 بالمساء مثلا لحد 6 الصبح او 5 تبقى نوبة نوم من واحدة مثلا، تبقى نوبة نوم من واحدة مثلا صباحا لحد 7 أو 6 الصبح، بحيث ان هي فترة راحة، وبالتالي هتوفر برضو حتى اريح المولدات، يعني بنزل السكينة واحدة برفعها تاني 6 بالظبط كده. او ممكن يكون العملية في اقتراح تاني مننا، ان هو ممكن ان انت تعمل عملية توالي، بمعنى ان انت ممكن تفصل الكهرباء عن محافظة مثلا لمدة ساعتين، وبعد كده تشغلها تاني وتفصلها في محافظة تانية بالتناوب. اضيف بس على راي الاستاذ مع احترامي يعني، وهو انا بشجعه على رايه بجد فعلا سليم، ان احنا القاهره بالذات ما ينفعش سكينه الكهرباء من 1 ل 3 الفجر، لان الشباب كله على النت، فما ينفعش شات وبتاع، ما ينفعش بقى بيظبط وكده فاهم، فما ينفعش يعني خالص يعني. لا، هي الفكره ان من 3 ديت او من 1 ل 3 هتبقى صعبه شويه، لان هي ممكن تيجي بعد كده، بعد 3 مثلا 3 ل 9. حضرتك بتشات على النت برضو 1 ل 3؟ انا مش بشيت، انا بعمل شغل على النت. وهل ده من وجهه نظر حضرتك برضو كمتعامل جيد مع النت هيخلي الناس تنام؟ يعني اصل انت عارف الفكره الاساسيه من الموضوع ده انه الناس تنام، مش ان انا اوفر كهرباء. تمام. انا عايز الناس تنام عشان تروح شغلها فايقه الصبح، فهل ده هيساعد؟ انا اقول لحضرتك، هي الفكره مش هتبقى كده صح، مع احترامي لحضرتك، لان هي دي ثقافه، في ناس عندها مزاج السهر ده كيف، حتى لو مش تعمل حاجه، بس هي في ناس مسستمه امورها وحياتها كلها ان هي مثلا ما بتنامش قبل 5 الصبح او 6 الصبح. هو لما يقطعوا الكهرباء بالليل الناس هتسهر في الضلمه تعمل ايه يعني؟ ايه يعني؟ لا، هو ممكن يكون اصحاب قاعدين مع بعض، قعده سمر عاديه يعني، بيدردشوا سمر بريئه يعني لا يعني قعده بريئه عادي جدا يعني. شموع مش شرط يعني، هي القصه كلها ان انت ولا ده ممكن يساهم في رفع نسبه قله الادب في مصر؟ لا، هي الجرائم مثلا، هي اكيد ده ممكن يسبب ده، بس هي الفكره كلها ارتفاع نسبه جرائم قله الادب على اساس ان الضلمه ممكن، ده وارد، ده شيء وارد، مش مستبعد ده. من وجهه نظر حضرتك كمطلع على النت، وواضح ان انت يعني واعي لابعاد المشكله الثقافيه لعمليه قطع الكهرباء وما قد ينتج عنها من جرائم قله ادب، بالاضافه الى المنظومه طبعا كلها بتاعه التوفير والمولدات وما الى ذلك. من وجهه نظرك هل اللحوم ممكن تسيح في الفريزر لو قطعنا الكهرباء؟ اللحوم